إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة مع بعض هنعمل السبانخ بالطشة. مقولكيش على جمالها بقى. وهنضيف لها بقى معلقة رز، معلقة واحدة بس، بجد هتغير من طعمها. يلا بينا بقى نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى حلة على النار، هضيف فيها البصل مع معلقتين كبار من الزيت، وهنبدأ كده نحمر البصلة بتاعتنا، مش هنغمق لونها ولا حاجة. أول ما هتاخد اللون الذهبي الجميل، محضرين بقى عصير الطماطم، هنبدأ نضيفه على البصل. هضيف بقى الملح، هنضيف بقى نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الأسمر، ونسيب بقى التسبيكة بتاعتنا تتسبك. دلوقتي بقى معانا السبانخ، طبعا بنغسلها زي ما هي قبل ما بنقطعها، علشان لو قطعناها وبعد كده غسلناها طبعا بتفقد من قيمتها الغذائية. سيبناها بقى في المصفى تصفت، بعد كده هنقطعها بقى. ومعانا الخضرة، معانا الكزبرة والشبت، غسلناهم طبعا وهنقطعهم. معانا بقى التسبيكة بتاعتنا بعد ما اتسبكت، هنبدأ بقى نضيف عليها السبانخ ونضيف عليها الخضرة، الكزبرة والشبت. هنضيف بقى معلقة رز واحدة غسلناها، معلقة واحدة بس، بجد هتفرق معاكي في طعم السبانخ. هنضيفها كده على التسبيكة، وبعدين هبدأ بقى أضيف السبانخ وأضيف الخضرة. وعلشان السبانخ لونها ما يغيرش منك، ما تغمقش يعني، لما تغطي الحلة مش هنغطيها قوي، هنسيبها بالورب كده. هنبدأ بقى نقلب السبانخ مع التسبيكة. هنضيف بقى كوباية مية، ضفتها على السبانخ وهسيبها بقى تتسبك مع بعض. معايا معلقة كبيرة من السمنة البلدي، هضيف عليها معلقة من الثوم المفروم، ونعمل الطشة مع بعض. وما اقولكيش بقى على ريحة الطشة مع السبانخ، بجد هتفرق معاكي في الطعم. هاخد كده كبشة كبيرة من السبانخ وانزل بيها على الطشة، وبعد كده هضيفها على السبانخ واقلب بقى الكلام الجميل ده مع بعض. هسيبها بقى تغلي قلبة واحدة. طبعا السبانخ استوت معايا، وما اقولكيش على جمال ريحتها بقى. وبكده يبقى عملنا مع بعض السبانخ بالطشة. جربوها بقى ويا رب تعجبكم. ولو اول مرة بتشوفيني، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واتمنى تتابعوني على صفحتي على الفيس، ونعمل مشاركة للفيديو عشان القناة تكبر بيكم يا رب. واستنوني مع وصفات احلى مع ام جنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.